حماده السنوسي بالزهيري مركز ومدينه فاقوس. ارقى الفراشه، ارقى الخدمات الفندقيه على مستوى الشرقيه ومركز ومدينه فاقوس. اولاد الشربيني المتر السيد بشرى الشربيني. شاكرا باسم حضراتكم الهندسه التصويريه والبث المباشر عبر شبكات الانترنت العالميه. اداره الاعلامي مهندس ابو زياد العجلاني والمهندس محمد الشحات. ايها الاخوه الاحباب، ذهب رجل من الصالحين ليزور قبر اخيه الميت. واسمعوا ايها الاخوه المؤمنون ماذا يحدث بعد الموت، ماذا يحدث في حياه البرزخ، ماذا يحدث بعد ان تفارق الارواح اشباحها. ولا تظنوا بان الدنيا اشغال شاقه مؤبده يليها الحكم بالاعدام. لا احباب رسول الله، انما الموت انتقال من عالم الفناء الى عالم البقاء. الموت انتقال من جوار الخلق الى رحاب الحق. الموت احباب رسول الله انتقال من عالم ضيق الى عالم اوسع افقا وارحب جانبا. لذلك قال الصالحون ان خروج العبد المؤمن من ضيق الدنيا الى سعه الاخره كخروج الجنين من ضيق الرحم الى سعه الدنيا. صلوا معي جميعا على سيدنا رسول الله. ذهب هذا الرجل الصالح ليزور قبر اخيه الميت، ودخل الرجل المقابر والقى التحيه على اهل المقابر كما علمنا الحبيب. كان اذا دخل المقابر كان يقول السلام عليكم يا قوم المؤمنون، انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون. انتم فردنا الى الجنه ونحن لكم تبع، ونسال الله لنا ولكم العفو والعافيه. كذلك كان الحبيب اذا دخل المقابر كان يقول اللهم رب هذه الاجسام الباليه والعظام النخره ادخل عليها روحا من عندك سلاما من عندك. دخل الرجل المقابر والقى التحيه على اهل المقابر وجلس بجوار قبر اخيه الميت يقرا ويدعو له. واعلموا ايها الاخوه الاحباب انه ما من احد يزور قبر اخيه الميت الا رد الله عليه روحا فاستأنس به حتى يقوم من عنده. لأن الميت كالغريق في أحوج دعوة تصل من صديقه أو من أخيه، فإذا وصلته كانت له خيرا من الدنيا وما فيها. جلس الرجل بجوار قبر أخيه يقرأ ويدعو له، ثم بعد ذلك تنحى جانبا من القبر وصلى لله ركعتين بجوار قبر اخيه الميت. ثم بعد ذلك اخذته سنه من النوم فنام بجوار قبر اخيه. فماذا راى في منامه؟ راى اخاه الميت يجر اكفانه ويقبض عليه ويقول هل صليت الان لله ركعتين؟ الميت بيسأل الحي فقال الميت نعم. الميت بيسأل الحي هل صليت الآن لله ركعتين؟ فقال الحي للميت نعم. فقال الميت والذي لا إله إلا
لو أذن الله لنا معشر الأموات أن نصلي هاتين الركعتين لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها. اسمعوا أحباب رسول الله، منا من يترك الصلاة بالكلية، منا من يهجر بيوت الله. فقال الحي للميت: وما أدراك أنني صليت الآن لله ركعتين. فقال الميت للحي: عجبا لكم يا أهل الدنيا، إنكم تعملون ولا تعلمون، ونحن معشر الأموات نعلم ولا نعمل. إذا مر أحدكم بالمقابر وقال لا إله إلا الله، ردت عليه الأموات قائلين: يا ابن آدم لو علمت فضلها ما غفلت عنها. أيها الإخوة الأحباب، جميع عائلات أبو النصار يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء ليقدم واجب العزاء لكابتن علي النجار، الأستاذ وجدي، وجميع عائلات أبو زيد، كل من حضر واجب العزاء شاكرا للجميع. والآن نعود بحضراتكم إلى روضة القرآن الكريم مع فضيلة مولانا الشيخ أحمد، فليتفضل.